قال ماتيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده اتخذت بالفعل خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء وأن هذا الموقف لن يتغير. أشار ميلر خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول موقف واشنطن بعد اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء إلى أن الموقف الأمريكي لم يتغير رغم تغيير الإدارة من ترامب إلى بايدن. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أنهى فترة رئاسته في دجنبر 2020 بإصدار مرسوم يعترف بمغربية الصحراء عقب اتفاق ثلاثي بين واشنطن والرباط وإسرائيل يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والدولة العبرية. وأشار ميلر إلى أن السياسة الأمريكية التي تم الإعلان عنه في دجنبر 2020 لم يتغير، وأكد على دعم واشنطن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي مستدامة للصحراء، وبخصوص الوعد المتأخر المتعلق بافتتاح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في الداخل. قال المسؤول الأمريكي أنه لا يتابع تطور هذا الأمر. تأتي هذه التصريحات الأمريكية عقب إعلان الديوان الملكي أمس الثلاثاء على تلقي الملك محمد السادس لرسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن فيها اعتراف بلاده بسيادة المغرب على أراضي الصحراء. وجاء في بلاغ الديوان الملكي أن موقف إسرائيل سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، علاوة إلى إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار.